وصلنا هنا لللانجوج الجرامر بتاعنا. فالجرامر عندنا النهارده present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط. اول حاجه هتعرف عليها الفورم. فورم يعني شكل او تكوين الفعل في هذا الزمن. فعندي اول حاجه قال لي ان المضارع البسيط هو ابسط اشكال الفعل او هو التصريف الاول للفعل. فاعطاني التقسيمه بكل بساطه، يعني الفعل باس او بدون اس. لو الفعل بدون اس انا هاخد مثلا كلمه بلاي رمز للفعل بتاعي تبقى بلاي او بلايز. لو قلت بلاي يعني الفعل بدون اس يبقى يسبقها اي يو وي زي او بلورال ناون الاسم الجمع. اي بلاي، يو بلاي، وي بلاي، زي بلاي، علي اند عمر بلاي. طب لو قلت بلايز بسيطه يبقى he she it or singular noun. he او she او it او اسم مفرد. he plays، she plays، it plays، منى plays، علي plays، وهكذا. نشوف امثله. I live in Cairo. انا اعيش في القاهره عشان I قلت له ايه live. طيب علي and منى live in Cairo. علي ومنى live in Cairo لان ده جمع. اهو he lives in Cairo هو عايش في القاهره. لما قلت he حطيت لي الفعل بتاعي اس. علي lives in Cairo هي او علي الاثنين مفرد تمام، يبقى زودت لها اس. كمل. طبعا الحاجات دي معاده بالنسبه لنا. هنا بيقول لي اليوسج الاستخدام. امتى بستخدم المضارع البسيط؟ قال لي بستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عنه. اول حاجه الاحداث المتكرره والعادات. احداث متكرره يعني احداث او حاجات بتحصل ليها مواعيد محدده وثابته، كل ما يتكرر الميعاد بتحصل فيها او بنسميها الروتين اليومي. ناخد كده مثال. I go to school at 7 every day. انا بروح المدرسه الساعه 7 كل يوم. كل يوم الصبح الساعه 7 باخد بعضي وانزل من البيت اروح المدرسه. 10 دقايق ولا ربع ساعه بوصل المدرسه. يبقى حدث متكرر يوميا الساعه 7. I brush my teeth after eating. بغسل اسناني بعد الاكل. انا راجل نظيف وبحافظ على اسناني. كلت مرتين هغسل سناني مرتين. كلت 10 مرات هغسل سناني 10 مرات. في واحد مش بيهتم ما بيغسلهاش، في واحد يغسلها مره في اليوم، فدي بنسميها ايه؟ هابت، عاده. يبقى دي احداث متكرره وعادات. تمام. تاني حاجه قال لي الحقائق والظواهر الطبيعيه. لما اكون بعبر عن حاجه حقيقيه او حاجه ظاهره طبيعيه ماليش تدخل فيها، ما ينفعش الجمله بتاعتي تكون غير present simple مضارع بسيط. نشوف مثال كده. The sun rises in the east. الشمس تشرق من الشرق. دي حقيقه مفيش تدخل فيها، فمستحيل تكون في اي زمن تاني. بعد كده the earth goes round the sun. الارض تدور حول الشمس، برضه حقيقه. تمام. من ضمن الاستخدامات تاني قال لي ان انا ممكن استخدم البريزنت سيمبل المضارع البسيط للتعبير عن الاحداث المجدوله. يعني ايه احداث مجدوله؟ اللي هي المواعيد العامه، زي مواعيد وسائل المواصلات، زي مواعيد برامج التلفزيون والاذاعه، زي مواعيد فتح وغلق الاماكن العامه او الشركات والمؤسسات. اي خدمات عامه للجمهور بتكلم عن مواعيدها، يبقى في الحاله دهيت بستخدم present simple اللي هو الفعل باس او بدون اس. تعال ناخد مثال. The first metro train leaves at 8:20. اول قطر مترو بيتحرك الساعه 8 وتلت. انا بتكلم عنها دلوقتي ان هي بتحصل دلوقتي او بتكلم عنها هتحصل بكره، مش فارقه. هنا دي بالنسبه لي present simple لانها احداث مجدوله ليها مواعيد ثابته، ليها تايم تيبل بالبلدي كده. طيب بعد كده قال لي the exhibition starts at 9:30. المعرض هيبدا الساعه 9:30. ما هو ده ميعاد ثابت بالنسبه للمعرض، معروف المعرض بيفتح الساعه كام او هيشتغل الساعه كام، فما ينفعش اعملها غير present simple. طبعا انا قلت starts لان exhibition singular مفرد. بعد كده في بعض الكيوردز الكلمات الداله على الزمن، بمعنى مجموعه من الكلمات هشوفها في الجمله يبقى الفعل بتاع الجمله بتاعي present simple tense. تعالى كده نشوف. اول حاجه قال لي كلمه every يعني كل، وبحط وراها كلمه داله على الزمن او كلمه زمنيه زي every day كل يوم، every week كل اسبوع، every month كل شهر، every year كل سنه. تمام. قال لي الكلمه ديت مكانها فين؟ بتيجي في اول او اخر الجمله. لو لقيت يبقى every كذا يبقى الفعل بتاعي لازم يكون present simple اللي هو فعل باس او بدون اس. او قال لي I go to school at 7 every day. انا بروح المدرسه الساعه 7 كل يوم، فهنا الفعل بتاعي go. طب انا ممكن اقولها كده every day I go to school at 7. كل يوم انا بروح المدرسه الساعه 7. مش فارقه معايا وجودها في الاول او في الاخر، هو اللي فارق اول ما شفت every day او every كذا يبقى الفعل بتاعي go او goes، يعني باس او بدون اس حسب السبجكت اللي موجود عندي. طيب في مجموعه كلمات ثانيه بتدل على البريزنت سيمبل اللي هي كلمه always دائما، usually عاده، often غالبا، sometimes احيانا، never ابدا. واخد بالي ان never النيجاتيف بتاع always دايما، يعني ما بفوتش
لحظه ما اعملش فيها الحاجه دي، عكسها نيفر او نفيها نيفر ابدا ما بتحصلش. الباقي درجات يوجوالي عاده، اوفن غالبا، sometimes احيانا. قال لي الكلمات دي مكانها قبل فعل الجمله، لو لقيت واحده من دولت يبقى الفعل بتاعك present simple باس او بدون اس. طب مكانها فين في الجمله؟ قبل الفعل بتاع الجمله او بعد الام والايز والار. لو اي فعل هتبقى قبل منه، لكن لو الفعل بتاعي ام او از او ار تبقى بعد منه. تعالى كده نشوف. we usually go out on Fridays. عادة بنخرج ايام الجمعة. يعني كلمة usually اهي، فين الفعل بتاعي جو؟ جات لي فين؟ قبل منه. طيب we are never late for school. مش بنتأخر ابدا على المدرسة. فين الكلمة بتاعتي؟ never. جات لي فين؟ بعد الار. ايه ده؟ ده كده جت بعد الفعل يا مستر. ايوه، ما احنا قلنا قبل اي فعل وبعد الان والايز والار. هنا الفعل بتاعي ار، عشان كده قلت ايه؟ ار نيفر، از نيفر. تمام، وهكذا. نكمل. بعد كده عندي important notes، شويه ملاحظات هامه. اول ملحوظه عندي قال لي الفعل بتاعي لو انتهى بحرف من الحروف دي اللي هي سي اتش، اس اتش، اس اس، او اكس، 5 حروف لو لقيتهم في اخر الفعل يبقى مع المفرد الغائب الاس بتاعته يبقى اسمها اي اس. تعالى كده نشوف امثله. زي كلمه كاتش، حولتها مع المفرد الغائب كاتشز، زودت اي اس لان اخرها سي اتش. هي كاتشز، ات كاتشز، شي كاتشز، وهكذا. فينيش، فينيرز، اخرها اس اتش فزودت لها اي اس. كروس، كروسز، اخرها دبل اس زودت لها اي اس. جو، جوز، اخرها او زودت لها اي اس. ميكس، ميكسز، زودت لها اي اس لان اخرها اكس. يبقى انا بزود الاي اس مع المفرد الغائب مع هي وشي وات والاسم المفرد للفعل بتاعي لو اخره سي اتش او اس اتش او اس اس او 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 اكس. كمل. كمان من ضمن الملاحظات قال لي الفعل بتاعي لو انتهى بحرف واي بشرط يسبقه حرف ساكن، الواي قبلها حرف ساكن، هحول الواي الى اي اي اس، او زي ما بنقول بحول الواي الى اي واضيف اي اس. فانا ببسط العمليه. لا، انا اشيل الواي واحط اي اي اس امتى؟ مع المفرد الغائب اللي هو هي، شي، ات اسم مفرد. تعال نشوف. ستادي، ستاديز. ايه اللي حصل هنا؟ ستادي اخرها واي، حولتها لاي اس. ليه؟ لان انا لو بصيت قبل الواي عندي دي، والدي دي كونسونانت حرف ساكن وليست فاولز وليست حرف متحرك. يبقى انا عشان احول الواي لاي اي اس لازم يكون قبل الواي حرف كونسونانت ساكن. شوف واحده ثانيه. كاري، كاريز، نفس الحكايه، واي قبلها ار والار كونسونانت فمع المفرد الغائب هحولها اي اي اس. تراي، ترايز، نفس الفكره، واي قبلها ار والار ساكن او كونسونانت حولتها لاي اي اس مع المفرد الغائب. شوف بعد كده. طيب جينا هنا بيقول لي نيجاتيف. نيجاتيف يعني نفي. ازاي احول الفعل بتاعي او الجمله بتاعتي في البريزنت سمبل انتو نيجاتيف للنفي؟ يعني بدل ما اقول انا بعمل اقول لا مش ما بعملش. قال لي العمليه بسيطه. كل الفكره ان انا بحط قبل الفعل don't او doesn't ويبقى الفعل بتاعي في المصدر. طبعا استخدمت doesn't يعني معنى كده ان الفعل كان فيه اس بحذفها. انا اللي يهمني don't او doesn't زائد مصدر الفعل. بتيجي قبل الفعل تحط don't او doesn't وتحوله لي للمصدر. طبعا بحوله للمصدر اللي هو فيه اس. طيب امتى هستخدم الدازنت وامتى هستخدم الدونت؟ بكل بساطه doesn't مع هي وشي وإيت وبرده singular noun الاسم المفرد. طبعا احنا مش محتاجين، احنا فاهمين خلاص ان الهي والشي والإيت بتاخد معاها برده الايه؟ الاسم المفرد. don't لو عندي الفعل بتاعي اي يو وي زي اسم جمع. تعالى كده نشوف امثله. علي plays football on Fridays. علي بيلعب كرة قدم ايام الجمعة. طب عايزة انفيها يبقى علي doesn't play football on Fridays. علي لا يلعب كرة القدم ايام الجمعة. لو انا بصيت هنا حطيت doesn't شلت الاس من الفعل وحولت الفعل للمصدر لان احنا قلنا ايه؟ don't او doesn't زائد المصدر. طب انا استخدمت doesn't ليه؟ لان الفاعل بتاعي او السبجكت بتاعي علي مفرد. I get up at 6 on holidays. انا بصحى الساعة 6 في الاجازات. يعني نحولها لنيجاتيف. I don't get up at 6 on holidays. انا لا استيقظ الساعة السادسة في الاجازات. ايه اللي حصل هنا؟ حطيت don't قبل الفعل وما غيرتش حاجة لان الدونت مش بيبقى فيه حاجة زيادة في الفعل، بيبقى الفعل بدون اضافات. والدونت مع اي ويو وي وزي عشان كده استخدمت دونت لان الفاعل هنا اي. نكمل. جينا للكويستشنز الاسئلة. اول نوعية عندي اللي هي yes or no questions، اسئلة نعم ولا. يعني السؤال اللي اجابته يس او نو. قال لي بكل بساطه بحط دو او داز بعد منها سبجكت الفاعل، الفعل في المصدر، بقيه السؤال. امتى الداز؟ مع هي وشي وإت وسنجلر ناون اسم مفرد. امتى دو؟ مع اي يو وي زي اسم جمع. وطبعا احنا قلنا طالما السؤال بدا عندي بهيلبنج فيرب الفعل المساعد يبقى معناه هل، وتبقى الاجابه يس او نو. نشوف مثال.
Does Mona cook well? Yes, she does, or no, she doesn't. Do they study English? Yes, they do. No, they don't. هنا استخدمت do عشان ازاي، هنا استخدمت does عشان منى. في كلتا الأحوال سواء قلت do أو does المين فيرب الفعل الأساسي بتاعي cook study لازم يكون infinitive مصدر. هنا عملت short answer، مع اليس قلت yes she does، مع النو قلت no she doesn't. هنا مع اليس قلت yes they do، مع النو قلت no they don't. طب لو حبيت أعمل complete answer يبقى أقول له yes منى cooks well. طب في النيجاتيف no منى doesn't cook well. نفس الحكايه هنا، عايز اعمل complete answer في السؤال ده do they study English؟ yes they study English، او no they don't study English. بس طبعا احنا عندي امكانيه ان انا اعمل complete answer وامكانيه ان انا اعمل short answer، وفي المحادثات غالبا بنفضل الشورت answer. تمام، نكمل مع بعض. بعد كده تاني حاجه عندي WH questions اللي هي اسئله بادوات استفهام. قال لي العمليه بسيطه كلها، هبدا باداه الاستفهام، بعد اداه الاستفهام هحط دو او داز، السبجكت بتاعي الفاعل طبعا مع الداز هي شي ات اسم مفرد، مع الدو اي يو وي زي اسم جمع. في كلتا الاحوال انفينيتيف بعد الفاعل فاعل في المصدر. نشوف كده اهو where does Mona go every day؟ اين تذهب منى كل يوم؟ she goes to school every day، هي تذهب الى المدرسه كل يوم. ادي الوير بعد منها does عشان منى الفعل في المصدر. كملت السؤال بتاعي. السؤال الثاني what do you study؟ I study English. بتدرس ايه او بتذاكر ايه؟ انا بذاكر انجليزي. اليو اخدت دو وبرضه فعل في المصدر، والاجابه I study English.